كيف ما كتعرفوا اعلنات الفيفا على الانطلاقه الرسميه ديال كأس العالم للأندية 2025 واللي غادي تكون هذا الصيف في الولايات المتحدة الأمريكية، وكشفات على التصميم الجديد ديال الكأس اللي غادي تنافس عليها أفضل 32 نادي من جميع أنحاء العالم. وكما جرت العادة المغرب غادي يكون حاضر في هذه التظاهرة العالمية، وغادي يكون ممثل بواحد من عمالقة الكرة المغربية، النادي العريق نادي الوداد الرياضي. هذه غادي تكون هي المشاركة الثالثة للوداد في مونديال الأندية، رقم قياسي مغربي ما عمر شي فرقة مغربية ما حققته، ولكن المهمة ما غاديش تكون سهلة على الإطلاق، حيث القرعة حطت الوداد في مجموعة الموت اللي فيها حامل لقب نسخة 2023 مانشستر سيتي، يوفنتوس، وبطل آسيا العين الإماراتي. الرياضي الآن كما تشاهدون على الصورة نادي وداد الأمة، وداد المغاربة في هذه الكأس العالمية. صراحة مجموعة الموت، مجموعة الموت. وكيف ما كتعرفوا كاملين الوداد هو صاحب السيطرة الكبرى على القارة الإفريقية في السنوات الأخيرة، حتى أنه تطلق عليه لقب غزاة القارة بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا 2 مرات عام 2017 و2022 بالإضافة إلى لقب السوبر الإفريقي في 2018، وهذا الشيء كامل غير في 5 سنين. ولكن على الرغم من هذا النجاح القاري فإن أداء الوداد في مونديال الأندية ما كانش في مستوى تطلعات الجماهير ديالو أو الجماهير المغربية عامة، بحيث أن المشاركة الأولى ديالو سالت بنتائج مخيبة، وخسر 2 ماتشات متابعين أمام باتشوكا المكسيكي وأوراوا ريد دايموندز الياباني، وما قدرش يحصل على مركز ما بين ال5 الأوائل في البطولة، حتى أنه قلة الخبرة خلات بعض اللاعبين ينبهروا من المستوى الكبير اللي كاين في التظاهرة. وحنا جينا لكأس العالم الأندية باش نشوفوا المباريات، وشفنا لو فوتبول هنايا في الإمارات. أما المشاركة الثانية في عام 2022 واللي كانت في المغرب شهدت خسارة دراماتيكية أمام الهلال السعودي بالرباط بعد طرد القائد يحيى جبران والخروج من المسابقة بركلات الترجيح. وفي عام 2024 عانى الوداد من مشاكل داخلية أثرت على النتائج ديالو في البطولة الوطنية وحرمات الفريق من مقعد في دوري الأبطال، وكانت هذه هي أول مرة في 9 سنوات فريق الوداد ما كيقدرش يمشي لدوري أبطال إفريقيا. ولكن الرئيس الجديد للنادي هشام أيتمنى اتخذ قرارات جريئة وركز على بناء فريق قوي من أجل كأس العالم للأندية 2025، وجاب أفضل مدرب في إفريقيا رولاني موكويني. Oh, well, of course, I think I'm excited about being the head coach of a very big club. It's the second-ranked team on the African continent, and for sure that is not by chance. ودار تعاقدات ضخمة فيها لاعبين شباب ولاعبين عندهم خبرة كبيرة في الكرة الإفريقية، وحتى لاعبين اللي لعبوا في أوروبا. حتى أنه خرجت بعض التقارير والإشاعات في الصحف المغربية تقول بأن الحارس العملاق كيلور نافاس يقدر يلتحق بالفريق باش يمشي معهم لكأس العالم للأندية، وهذا الشيء كيبين على الجدية والطموح اللي عند جميع مكونات فريق الوداد الرياضي باش يدير شي نتيجة إيجابية في كأس العالم للأندية 2025. وبالرغم من هذا الشيء كامل البداية ديال الفريق في البطولة ما كانتش مزيانة بزاف، وكان تذبذب في النتائج، والفريق كان مازال تيقلب على الهوية التكتيكية ديالو، ولكن من بعد الفريق لقى الاستمرارية والنتائج بدات تتحسن. ولكن جماهير الوداد بالقاعدة ديالها الضخمة
كتواصل دعم الفريق والمدرب بثقة كبيرة. وشكون عرف ديجا فرقة مغربية وصلت النهائي كأس العالم للأندية هذه 12 عام، وعلاش لا هذا الإنجاز ما يتكررش مرة أخرى؟ وكيف ما كان الحال ومهما كانت النتيجة، فاحنا كلنا غادي نكونوا مع فريق الوداد الرياضي في هذه التظاهرة العالمية، ونتمنوا التوفيق للممثل الوحيد للكرة المغربية في كأس العالم للأندية 2025.